أستاذ جبار، يوم أمس على إحدى القنوات الفضائية تحدث الشيخ علي الحاتم عن المحافظة ورموزها، بما ومن ضمنهم حضرتك، على اعتبار أنك ضابط غير أصيل، وكما يقال في العامية ضابط حديدة، وأصر المحافظ على أن يضعكم في هذا المكان. ماذا تقول عن هذا الموضوع؟ أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. في عام 2006 تم تشكيل صحوة عشائر العراق بقيادة المرحوم عبد الستار أبو ريشة وأخونا أحمد أبو ريشة اللي هسه هو يترأس صحوة عشائر العراق. نعم. أنا من أحد مؤسسي صحوة عشائر العراق اللي 11 واحد اللي أسسناها. أنا ذاك صحوة العراق. نعم، كانت صحوة الأنبار كبداية. بعدين صارت صحوة عشائر العراق. الشيخ علي الحاتم مثل ما دا يدعي ويحكي باسم الصحوات. علي الحاتم ما له وجود ويانا كبداية. ردنا من عنده أنه يحضر في مؤتمر 14/9 في عام 2006. خابرته أني شخصيا، قلت له حتى تحضر المؤتمر ويانا. قال يا أخي أني حلمان حلم مو زين، ما أقدر أحضره لأنه المنطقة أمام البعبيد كانت مثل ما تتوقعوها كانت خطرة. كان المرحوم عبد الستار أبو ريشة يريد يحضر، وقال لي أخذ مسلحين واذهب جيب شيخ علي، فما رفض الحضور في 14/9 2006. نعم، ولكنه ادعى بأنك ضابط غير أصيل في تلك الفترة. يعني أولا بالنسبة لي يعني أفتخر بأني بالوقت الحاضر مع الأخوان الرتب الوقتية أو الرتب الفخرية. نعم. الرتب الفخرية منحناها لقسم من الضباط في عام 2006 من قوات التحالف. وبال 2006 أنا كنت مقدم، أو قبل ما كنت مقدم أنا كنت أداوم في وزارة الدفاع في المنظومة. قدمت استقالتي من المنظومة الغربية وكنت فيها موظف مدني في درجة 7 للتفرق بتأسيس الصحوة وتحرير محافظة الأنبار من الإرهابيين، لأن تعرف أنت الأنبار كانت في أيادي تنظيم القاعدة. نعم. ما أن أي وجود في المدينة ولا في العشائر. نعم. حصلت على كتاب من دولة رئيس الوزراء في عام 2007 على تثبيت رتبتي، وهذا الكتاب يشير عندك كتاب في 111415 تاريخ 25/4/2007 إلى مديرية شرطة محافظة الأنبار ميم تثبيت رتب ضباط، بناء على ما جاء بكتاب المديرية العامة لإدارة الأفراد المرقم 9929 نعم. في 15/4/2007 بموجب كتاب مكتب السيد الوزير المرقم 6259 في 28/3/2007 والمتضمن موافقة دولة السيد رئيس الوزراء على تثبيت رتب الضباط عدد 13 والمنسوبين إلى مديريتكم. وصددها تبين الآتي: أولا، ضباط عدد 11 لا يوجد لديهم قيد ويطلب تزويدنا بتفاصيل خدمتهم. 2، ضباط عدد 2 جاءت خدمتهم وقتي مستمر والمدرجة أسماءهم أدنى والملحق باء. 3، بيان حاجتكم لخدماتهم وهل هم مستمرين بالخدمة حاليا من عدمه. أنا تشملني الفقرة 2 لأنه أنا هذا الكتاب، وهذا مثل ما تشوف أنا هنا النقيب جبار حميد عجاج فاضل العسافي، وهسه من الدق اسمي في وزارة الدفاع تشوفني أنا تلقاني نقيب بدور صدام حسين، وحاليا أنا مقدم آخذ رتبة مقدم. واجتني عدة كتب من الوزارة، والسيد وزير الداخلية وقف لي في هذا الموضوع لأن أنا عندي موافقة دولة رئيس الوزراء، فما حد يقدر يطلعني إذا مو دولة رئيس الوزراء. نعم. أولا. بعدين من ذا يصرح الشيخ علي الحاتم على هذا الشيء أو يقول أنه هو شرطي. أنا أفتخر أنه أخوتنا الشرطة وقدناهم، حررنا مدينة التأميم من الإرهاب. شغلت منصب ضابط مركز شرطة التأميم المعروف بعقيد جبار العجاج. نقلت من التأميم إلى عدة مكانات، بعدين نقلت ضابط مركز شرطة الفرسان. ظلت مركز شرطة الفرسان تقريبا 6 أشهر، بعدين رجعت إلى مركز شرطة التأميم. نعم. أستاذ جبار، ذكرت في حديثك عن تأسيس مؤتمر صحوة العراق، ودائما ما كان موقف الحكومة متأرجحا من ناحية الصحوات. نعم. ما هو موقف الحكومة المركزية من تشكيل الصحوات؟ بالنسبة لتشكيل الصحوات في عام 2006 ذهبنا إلى دولة رئيس الوزراء 3 مرات. المرة الأولى ذهبنا إلى إحنا 11 واحد من ضمنهم الشيخ فيصل القعود
والمرحوم عبد الستار كان مترأس الوفد. من وصلنا البوابة الخضراء، ندخل إلى بوابة الخضراء، وقفونا قرأوا أسماءنا، اسم شيخ علي الحاتم ما موجود ويانا، رفضوا أنه يدخل للخضراء، وهاي بالشهود وهو ما يقدر ينكرها لأنه هو كان موجود ويانا. المرحوم عبد الستار أبو ريشة أنطانا إيعاز، قال يا أخوان إحنا إذا طبينا وعلي الحاتم ما طب ويانا والله معيبة علينا. نعم أستاذ جبار، رجاء لا تأخذنا عن صلب لا، الموضوع. حتى أحكي لك مفصل يعني صلب الموضوع. ما هو كان موقف الحكومة من تشكيل الصحوات؟ موقف الحكومة بأمانة، دولة رئيس الوزراء دعم هذه الفكرة. الزيارة الأولى أنه كان يقول الأنبار مختطفة بأيدي الإرهابيين، يا أخواني أنا أريد أعيد محافظة الأنبار إلى أحضان العراق، وبسواعد الرجال الأبطال وأخواننا من أبناء العشائر عدنا محافظة الأنبار إلى أحضان العراق وطهرناها من الإرهابيين. نعم. نعود إلى ما قاله الشيخ علي الحاتم. برأيك ما الذي دفع الشيخ علي الحاتم للتصعيد ضدك في اللقاء الأخير في إحدى القنوات الفضائية؟ نعم، بالنسبة لي عدة مرات أنا أطالبه مولدات. عند ما ذهبنا الزيارة الثانية لدولة رئيس الوزراء طلبناها من عند أنا والمرحوم عبد الستار أبو ريشة مولدات 4.5 ميجا. نعم. قال هذه مخصصة لعشيرة البعساف الجزيرة. اجت المولدات، نصبة المولدات نصبتها مديرية كهرباء الرمادي. بدينا انه بصراحة يعني المنطقة حتى تشتغل المولدات. بعدين صارت مرحلة الانتخابات. نعم. كما تعلم المولدات من الذي جابها، يعني ما أتى بها إلى المنطقة؟ أتى بها المنطقة دولة رئيس الوزراء. نعم. أوعز الوزارة الكهرباء بنصب مولدات لهذه العشيرة. كيف تم ذلك؟ طالبنا بها أنا والمرحوم عبد الستار أبو ريشة، وكان شيخ علي الحاتم حاضر ويانا. يعني حتى في حينها قلنا له اكو نزاع احنا وعشيرة ثانية على مود الكهرباء، فرأسنا وعزلنا ب4.5 ميجا مولدين لهذه العشيرة. لماذا كان لعشيرة البعساف حصرا؟ لا، صارت هي للبعساف. نعم. وأنطى للبعلي، هم السيد المحافظ الأنبار في حينها أوعز مولدات للبعلي جاسم. نعم. والمولدات مالات البعساف هي اجت للبعساف ولأخواننا اللي بمحل اللي هم الطرابشة. نعم. هل كان للشيخ علي الحاتم حضور مميز في المؤتمر التأسيسي الأول لصحوة العراق؟ في المؤتمر الأول كان علي الشيخ علي الحاتم ما له وجود أصلا بالصحوة. نعم. كان يقعد بالكراد، اللي تعرف هو ساكن الكراد، ساكن بغداد، جنسيته بغداد. نعم. ساكن في بغداد وما حضر المؤتمر الأول، ولكن كان يلتقي بينا ببغداد هناك، ياهو نلتقي بيه، وقام عاد يروح ويانا إلى دورة رئيس الوزراء. نعم. وصار التصاعد بينه وبينه انه المولدات عندما رشح بالانتخابات والعشيره ما انتخبته، ما اخذ 300 صوت، زعل على العشيره. انا كنت في حينها تفاجئت، جاني خبر الصبح قالوا شيخ علي الحاتم اجى شال المولدات وما اطلعوهن على الشارع التبليط، اطلعوهن في الصحراء. يعني نستطيع ان نقول ان الخلاف الذي بينك وبين الشيخ علي الحاتم هو سببه المولدات؟ نعم، سببه المولدات، والمولدات نعم. وداهن باحن وصلا الى البصره او وصلا للشمال ما نعرف بصراحه. انا هسه انا اطالب السيد محافظ الانبار باعاده المولدات الى عشيره البعساف الجزيره. نعم. بعدين من اشتكيت على المولدات، يابا المولدات وينها؟ هو راح حور او جاب 10 مولدات صغيره انه حتى يرضي العشيره وخلاها هناك، ولكن لحد الان المولدات ما نعلم ما هو مصيرهن. المولدات التي ذكرتها الكبيرة، نعم، من الذي كان يديرها في تلك الفترة؟ يعني مولدات كبيرة تحتاج إلى وقود. هل المنطقة قادرة على أن تدير هذه المولدات؟ بدت مديرية كهرباء الرمادي أو الأنبار صبوا للأرضية مالتها، نصبوا المولدات حتى يديروهن. نعم. بس تفاجئوا اجوا بعد الانتخابات، تفاجأت مديرية كهرباء الأنبار برفع المولدات وأخذهن إلى جهة مجهولة. كهرباء الأنبار هي التي يعني كانت تقوم بتجهيزها بالوقود وغير ذلك؟ بعد ما اشتغلن. لو برأيك هل كانت تقدر على أساس أنه تجهزها الوزارة؟ وزارة النفط؟ نعم، وزارة النفط تجهيزها يصير. نعم. كما يشاع، ألم يكن للشيخ علي الحاتم دور في تأسيس الشرطة في عام 2006؟ في عام 2006 الأوامر الوزارية اللي كنا ناخذها أنا والمرحوم عبد الستار أبو ريشة، ولاقينا صعوبات كثيرة ببدايتها. نعم. أنا
بالنسبة لي شكلت مركز شرطة الصمود في البعساف قبل دخولي إلى التأميم، وحصلنا على الروحة الثانية من دولة رئيس الوزراء عن طريق وزارة الدفاع ب20 سيارة من الفرقة السابعة كانت في حين ذاك. نعم. وحصلنا على 100 بندقية، وبعدين قسم من الشرطة شكلناهم احنا بأسلحة العشائر، جمعها المرحوم عبد الستار وأنا جمعت من البعساف أسلحة، وشكلنا شرطة وحصلت الموافقة. داوموا الشرطة أول 3 أشهر بدون رواتب. من 2006 شهر التاسع شكلنا الشرطة إلى الشهر الواحد 2007 يلا أخذوا رواتب. نعم. أنت تذكر دائما بأنه كان لك الفضل الكبير في فتح مضيف الشيخ علي سليمان عام 2007. هل هذا صحيح؟ نعم. وهل كان هناك معك من ساعدك في هذا الموضوع؟ نعم. نعم. في عام 2007 أنا كنت مدير شرطة التأميم. نعم. تدري أنت المحافظة كانت المدينة، داخل المدينة أول مركز شرطة فتحناه في هو بالتأميم، بعدين الأخوان البعلوان فتحوا مركز شرطة، وتخابرنا أنا والأخوان في مركز شرطة البعلوان بأنه لازم نفتح مضيف الشيخ الشيوخ البعل سليمان، لأن كانت داير ما يدور تنظيم قاعدة. نعم. قالوا لي الأخوان اللي كانوا مركز البعلوان قالوا ما تقدر تدخل لأنه ترى العبوات كثيرة. بعدين جهزت اخواني من البعساف اللي هم من البسلومي، انطيتهم امر او قالوا احنا شلون راح ندخل، لان هم تدري ما عندهم لا باجات ولا شيء، كانت السيطرات. قلت لهم ادخلوا عن طريق الشط، انا راح امن لكم المنطقه، ادخلوا عن طريق الشط وادخلوا انتم والسلاح مالكم، وانا اذا حكوا الامريكان انا راح اقول لهم انا دخلتهم وانا راح افتر من الشارع العام، احاول لازم اصل. فاخواني من الشرطه اللي وياي مركز التاميم جهزت الدوريات، دخلت وقفنا انا وتقريبا يم مركز البعلوان، قالوا يا اخي نخاف عليك عبوات كثيره لازم نرفعها، يلا تدخل خلينا نستعين بالقوات الامريكيه حتى نقدر نوصل مضيف البعل سليماني اللي هم كانوا بعمان. فدخلت، اصريت انه لازم ادخل، ودخلت للمضيف العصر. رفعنا العبوات احنا بنفسنا. كانت النساء من جولت اني واغلبيه الاخوان بالحوز يذكرون هذه الحاله. عندما كنت اتجول داير ما يدور المضيف مال البعل سليمان كانت اغلبيه النساء طلعن هلهلا. خابرت الشيخ عامر جبير هو كان في عمان، قلت له شيخ انا بالوقت الحاضر في مضيفك. قال يعني تفاجئ انه اني شلون في المضيف والعبوات داير ما يدوره. قال اريدك تدخل لي على بيتي بس تشوف البيت مالي شنو الاغراض اللي صار بي نقص او فشي. دخلت على بيت الشيخ عامر جبير، لقيت مضروب بعبوه امام مالته، بس الاثاث لقيت اثاث صاير ضال بسيط او فشي هم شايلين من عنده. واستعانيت بالاخويا اللواء عبد الله كان مدير مرور العنبار، خابرته الرجل هم اجى وله حضور وياي، جاب دوريات من المرور وجاب عتاد، وخلينا ناس مسلحين تابعين عنا في المضيف وأمنا عليهم ورجعت. فعاد في نفس اليوم اخواني البعلوان دخلوا الى المنطقه وشكلوا نقطه للشرطه هناك في ذاك المكان وعاونوني بامانه. في وقتها الشيخ علي الحاتم اين كان؟ الشيخ علي الحاتم في الوقت الحاضر وفي ذا الوقت الماضي هو في الكراده. نعم. بالكراده وقاعد فاتح مكتب، والمكتب ماله في دار الاخ عبد الجبار شنشل. وقبل فتره عبد الجبار شنشل انا سمعت انه مشتكي علي يطلب ايجارات المكتب اللي هسه فاتحه في الكراده. نعم، ولكن سمعنا بانه فتح مضيف في منطقه البعساف في الجزيره في الاونه الاخيره. نعم، المضيف اللي موجود بالبعساف في الجزيره. نعم. يا اخي طالب دوله رئيس الوزراء، قال له انا قاعد هنا ببغداد اريد من سيادتكم انه افتح مضيف للبعساف حتى اجمع، لانه تدري البعساف عشائر كثيره وموزعه. قال افتح مضيف، هو تدري ارض ما عنده في البعساف الجزيره، اشترى قطعه ارض تقريبا 5 دوانم او 6 دوانم، وافق له دوله رئيس الوزراء على 250 مليون ينطوه اياه الدوله انه يبني مضيف بالبعساف حتى يلم بالعشيره. فاحنا المضيف بامانه نلاحظ المضيف يريد يكمل. انا قبل فتره رحت على المضيف شفته، وانما اشوفه مو مضيف، شفته مسبح ليلي ومسبح نهاري وماكو مضيف لا يزال.
قيد يعني تشييد او فتش. نعم. أستاذ جبار، الشيخ علي الحاتم دخل في الانتخابات الأخيرة، نعم. ولم يحصل على أصوات مع اعتقاد البعض بأن له شعبية كبيرة في المحافظة. دخل الانتخابات عندما كان ترشيح الإخوان في مجلس المحافظة، ما حصل، تقريبا حصل على 400 إلى 500 صوت من عشيرة البعساف الجزيرة، ما حصل، أو بما تقريبا 600 صوت حصل، بينما أصوات الإخوان في البعساف الجزيرة هو تقريبا 4000 صوت. نعم. حصل على 600 وما فاز. 600 صوت. اي وما فاز. نعم. فهو من هسه مره من يحكي على الاخوان اعضاء المجلس في المحافظه، أو الاخوان الاعضاء في المجلس في المحافظه هم منتخبين من قبل المحافظه ومن قبل الشعب. نعم. اللي بالمحافظه. السيد محافظ الانبار بامانه شغله والمشاريع اللي يشتغلها كلها بمهنيه جيده جدا، وهو قبل ما يجي السيد محافظ الانبار، او هذا موضوع راح نتطرق له بعد الفقره الاخيره عندك. نعم. فما فاز، فما يصير يحكي على اخوان اعضاء مجلس المحافظه. هو انت اذا لك شعبيه بالمحافظه كان فزت واخذت مقاعد. لكن الشيخ علي الحاتم حصل على عدة عقود، منها تبليط شوارع في منطقة البعساف. نعم. يعني شوارع كبيرة قام بتبليطها في الفترة الأخيرة. نعم. ولكن اليوم لم نجد الشيخ علي الحاتم في إعمار المحافظة. الشيخ علي الحاتم أخذ عقد تبليط من الأستاذ مامون. نعم. من المحافظ الأسبق، عقد لتبليط في منطقة البعساف الجزيرة، بلطوا. وأنا يا ريت أنه السيد المحافظ يسوي لجنة على هذا التبليط. بلطوا قسم من المنطقة، السمك مالها مو صحيح، الشارع مو العرض المال المطلوب، وصارت بسرقه بامانه كبيره. بعدين البعساف ما رضوا على هذا التبليط، اغلبيتهم قالوا هذا تبليط ايش؟ فقام شو يسوي؟ قام عاف المنطقه، قال انا ما بلط بالمنطقه، قام يبلط بارض صحراويه. ويتمنى من السيد المحافظ انه يدز لجنه على هذا التبليط اللي طلع بذيك الفتره. التبليط وين تبلط؟ اوديه على منطقه صحراويه تبلطت. شنو تبليطها؟ نعم. زين ليش ما بلطتها بالمنطقه؟ لان المنطقه ما قبلت تبليطها، لانه التبليط ماله كان بسرقه بالسمك وبالعرض. العقيد جبار حميد عجاج العسافي، ضابط مركز الصمود وأحد مؤسسي صحوة العراق، هل تحب أن تضيف شيئا آخر؟ نعم. بالنسبة لمديرية الشرطة في حينها كان يحكي على اللواء طارق وعلى الأخوة، حتى على أخونا اللواء هادي، يحكي عليهم على طول. هو من يحكي يستفز الناس، يريد عقود. أخذ عقد للأدلة الجنائية في مديرية شرطة الأنبار، والعقد أنا أعاتب أخوي أبو المفتشية لحد الآن العقد ما جهز، وهو انصرف هذا العقد. زين المواد وينها؟ هل هناك أدلة ثبوتية على ما تقول؟ نعم. أبو المفتشية يقدر يطلعها، يقدر يطلع العقد مال الأدلة الجنائية. نعم. وينها؟ زين انت اخذت عقود كثيره من الامريكان في عام 2007 و2006، انت من يطلع بالتلفزيون يقول انا ما اخذ عقود ويحكي على الدوله. نعم. فيا اخي احكي لك بامانه، انا مرات اقول للاخوان الشيوخ، اقول لهم ليش ما تردون عليه؟ يقول لك والله احنا ما نرد عليه، يعني رجل مواليد 72 فما نريد نصير مستوى ونرد عليه. نرجو أن يكون اللقاء بدون تجريح أخ جبار. في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل إلى العقيد جبار حميد عجاج العسافي، ضابط مركز الصمود وأحد مؤسسي صحوة العراق. شكرا لك أستاذ جبار. أهلا وسهلا. مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل مشاهدي قناة الأنبار الفضائية، آملين أن نلتقي معكم في لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا نشكر.